تستغربش لان هو ده الطبيعي. والله بجد زي ما بقولك كده، اصل دي جينات وراثية نشأت مع نشأة امريكا نفسها قبل حوالي 5 قرون، وتحديدا سنة 1502. تعال احكي لك الحكاية من اولها. قبل اكتشاف أمريكا بسنين، شكلت الرحلات البرتغالية البحرية للهند، واللي كانت بتبحر على طول سواحل أفريقيا اللي هو طريق رأس الرجاء الصالح، وبعدين تتجه شرقاً عن طريق المحيط الهندي. شكلت الرحلات دي حافز للبحارة الأوروبيين إنهم يلاقوا طريق أقصر وأسهل للوصول إلى شرق آسيا، وده عن طريق الإبحار باتجاه الغرب. وكان من ضمن البحارة دول كريستوفر كولومبوس. في سنة 1492 حصل كولومبوس على دعم ورعاية مالية من الملكة إيزابيلا ملكة قشتالة والملك فرناندو الثاني ملك أراجون، واللي كنت كلمتك عنهم قبل كده لو تفتكر في الفيديو بتاع الأندلس الفردوس المفقود، واللي هسيب لك الرابط بتاعه تحت الفيديو. طيب هو ليه حصل على دعم منهم؟ أقول لك أنا. بعد سقوط القسطنطينية في إيد المسلمين وأصبحوا بيسيطروا على وسط أوروبا، واللي بيمر منه طريق الحرير الخاص بالتجارة بين غرب أوروبا والصين، وكمان سقوط الأندلس في إيد ملوك أسبانيا، فكر فرناندو الثاني وإيزابيلا في اكتشاف طريق للتجارة عن طريق البحر ما يمرش من وسط أوروبا اللي بيتحكم فيه العثمانيين، وكمان ما يبقاش تابع لطريق البرتغاليين بتاع رأس الرجاء الصالح. علشان كده دعموا رحلات كريستوفر كولومبوس للإبحار ناحية الغرب لاكتشاف طريق جديد للتجارة. وصل كولومبوس في رحلته الأولى سنة 1492 إلى اكتشاف أراضي جزر البهاما وكوبا، ورجع في رحلته الثانية والثالثة علشان يكتشف مجموعة من الجزر وترينداد وتوباجو وساحل أمريكا الجنوبية، وصولا إلى رحلته في سنة 1502 واللي اكتشف فيها السواحل الشرقية لأمريكا الشمالية اللي هي دلوقتي الولايات المتحدة الأمريكية. خد بالك في الوقت ده كولومبوس ما كانش عارف إن دي أرض جديدة اكتشفها، ولا إن دي قارة غير بقية العالم. كل اللي كان متخيله إن الأراضي دي هي الساحل الشرقي لآسيا. ويموت كريستوفر كولومبوس في سنة 1506 قبل ما يعرف إنه اكتشف العالم الجديد، علشان يكتشف البحار الإيطالي أمريجو فيسبوتشي، ويعلن سنة 1507 إن الأراضي اللي اكتشفها كولومبوس هي قارة جديدة ويطلق عليها اسم أمريكا نسبة إلى أمريجو فيسبوتشي. عايز أقولك إن في الوقت ده لما البحارة الإيطاليين والأوروبيين بدأوا يوصلوا لشواطئ أمريكا، اكتشفوا أصلا إن في سكان موجودين في المكان ده، وإنها مش أرض مهجورة. السكان دول كانوا السكان الأصليين لأمريكا اللي هم الهنود الحمر، وموجودين فيها من آلاف السنين. من سنة 1600 وانت جاي ولمدة حوالي 200 سنة بدأت الإمبراطوريات الأوروبية زي بريطانيا وفرنسا وأسبانيا والبرتغال تبعت أساطيلها للأرض الجديدة، وبدأت الرحلات والهجرة من أوروبا باتجاه العالم الجديد. وتشكلت في الوقت ده المستعمرات البريطانية، وكان عددها حوالي 13 مستعمرة، وكمان اتشكلت بعض المستعمرات الفرنسية والأسبانية. خد بالك معايا من اللي جاي كويس عشان تعرف أصل أمريكا وتركيبتها جاية منين. في القرن ال16 يعني من سنة 1500 وانت جاي، نشأت حركة معاداة المسيحية البروتستانتية في أوروبا الكاثوليكية، وحاول البروتستانت إن هم يغيروا دين دولة التاج البريطاني من كاثوليك إلى بروتستانت، اللي زود المعاداة ليهم. وقررت وقتها الحكومة البريطانية بإبعاد البروتستانت في رحلات بحرية إلى العالم الجديد أمريكا. خد بالك إن المستعمرات ال13 البريطانية واللي بيشكل غالبية السكان الأوروبيين الجدد لأمريكا كانوا رعايا لبريطانيا، يعني بيخضعوا لحكم المملكة المتحدة، وبتفرض عليهم ضرائب لاستيراد السلع البريطانية. طبعا ده ما عجبش سكان المستعمرات، وقرروا إنهم ما يدفعوش الضرائب. إنجلترا تسكت؟ لا طبعا، تبعت الأسطول بتاعها علشان تجبر سكان المستعمرات على دفع الضرائب. تقوم الحرب بين إنجلترا ورعاياها في العالم الجديد برئاسة جورج واشنطن، واللي اتسمت باسم حرب الاستقلال، علشان تستمر الحرب من سنة 1775 وتنتهي بتوقيع معاهدة باريس بين إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية في 3 سبتمبر سنة 1783. بعد توقيع المعاهدة يتم إعلان هزيمة بريطانيا من القوات الأمريكية
بمساعدة من فرنسا وأسبانيا، وتعترف إنجلترا باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. وفي سنة 1788 يتم التصديق على دستور الولايات المتحدة. وفي سنة 1789 ينتخب جورج واشنطن كأول رئيس لأمريكا. خد بالك، عايز ألفت نظرك لحاجة. في أثناء ما حرب الاستقلال كانت شغالة، ومن قبلها من أول الأوروبيين ما حطوا رجليهم في أرض العالم الجديد، كانت في حرب تانية دايرة على السكان الأصليين اللي هم الهنود الحمر بهدف تشتيتهم والاستيلاء على أرضهم، ووصل الأمر لغاية إبادتهم بالكامل، إبادة جماعية يعني. واخد لي بالك؟ يقال إن تعداد الهنود الحمر قبل وصول الأوروبيين لأرض أمريكا كان حوالي من 10 إلى 15 مليون، ونتيجة للحروب المباشرة والتهجير القسري والاستيلاء على أراضيهم وقتل الملايين من تيران البايسون بأوامر عسكرية أمريكية مباشرة، واللي كانت بتعتبر الغذاء الأساسي لقبائل الهنود الحمر، وحرق المزروعات في أراضيهم لحرمانهم من التجارة والغذاء، وصل عدد الهنود الحمر في بداية سنة 1890 حسب التقديرات والإحصاءات المحفوظة في السجلات الأمريكية إلى حوالي 250 ألف شخص. في تقديرات بتقول إن حوالي 80% من عدد السكان توفوا نتيجة الأمراض والأوبئة اللي جابها الأوروبيين معاهم، واللي ما كانش الهنود الحمر عندهم مناعة منها، زي الجدري والإنفلونزا. يعني تقدر تقول كده ما يزيد عن حوالي 8 مليون شخص ماتوا من الأمراض، ويفضل برضو ما يزيد عن 2 مليون شخص ماتوا في إبادة جماعية نتيجة للحروب المباشرة والتهجير والتجويع. أنا عايزك تركز معايا علشان تعرف التركيبة بتاعت أمريكا كان شكلها عامل إزاي، وعلشان كمان تبقى فاهم إن كل اللي بيحصل النهاردة وبتعمله أمريكا في العالم اتعمل زيه قبل كده بالظبط من حوالي 200-300 سنة. انت مصدوم صح؟ ويمكن كمان مش مصدق إن دي هي أرض الحرية والديمقراطية، بس أنا عايز أقولك والله العظيم كل ده حصل. ولو مش مصدقني ارجع للمصادر اللي حسبها لك في وصف الفيديو، وارجع كمان لسجلاتهم ومحفوظاتهم، هتلاقي كل اللي بقوله لك حصل ويمكن كمان أكتر منه. نسيت أقول لك على حاجة صغيرة كده فاتتني. في بداية تشكيل المستعمرات ال13 البريطانية كانت السجون في بريطانيا مليانة على آخرها، والمجرمين في تزايد مستمر، فقامت بريطانيا بنفي المجرمين اللي ملهمش أماكن في السجون عن طريق رحلات بحرية إلى أرض العالم الجديد أمريكا، علشان يندمجوا في وسط المستعمرين ويشتغلوا في الأراضي في زراعة التبغ وقتل تيران البايسون للاستيلاء على جلودها وبالمرة تجويع الهنود. ندخل بقى على حدث تاني ما يقلش أهمية عن حروب الاستقلال والإبادة الجماعية للهنود الحمر، وهي الحرب الأهلية، واللي اندلعت ما بين ولايات الجنوب الداعمة لاستمرار تجارة العبيد وللانفصال عن الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة جيفرسون ديفيز، وولايات الشمال اللي بتنادي بالاتحاد الفيدرالي لكل أمريكا والإنهاء العبودية وتجارة الرقيق الأفارقة بقيادة إبراهام لينكولن. بدأت الحرب في سنة 1861 وانتهت سنة 1865 بفوز ولايات الشمال واستمرار الاتحاد الفيدرالي للولايات المتحدة الأمريكية، وكمان تم اعتماد إنهاء تجارة الرقيق في الدستور الأمريكي علشان تنتهي الأحداث في الفترة دي بقتل الرئيس الأمريكي إبراهام لينكولن في 15 إبريل سنة 1865. مات في الحرب الأهلية الأمريكية حوالي 620 ألف شخص من ولايات الجنوب والشمال، واللي استمر زي ما قلنا حوالي 4 سنين. وبعد نهاية الحرب بدأت أمريكا في سياسة التوسع. خد بالك معايا وركز هنا. اشترت أمريكا ولاية ألاسكا من روسيا ب7.2 مليون دولار، وكان السبب مرور الإمبراطورية الروسية بضائقة مالية. وبعد البيع اكتشفت أمريكا في ألاسكا البترول والذهب. واخد بالك؟ كمان انتزعت أمريكا نيو مكسيكو من المكسيك بالحرب وبقوة السلاح في حرب اندلعت بين المكسيك وأمريكا، وانتهت بتوقيع تنازل من المكسيك عن جزء من أراضيها للولايات المتحدة الأمريكية. قبل كده استولت أمريكا على المستعمرات الفرنسية الموجودة في الأراضي الجديدة وضمتها للولايات الأمريكية. حرب من هنا وحرب من هناك، وانتزاع أراضي من هنا وانتزاع أراضي من هناك، إبادة جماعية للسكان الأصليين من هنا وحرب أهلية من هناك، وما أشبه الليلة بالبارحة. اللي حصل من 2-3 هو اللي بيحصل دلوقتي مع اختلاف الأشخاص. خلع رؤساء وخطفهم وقرصنة بترول دول، التهديد بانتزاع جرينلاند من الدنمارك، التلويح بالقوة في وش إيران وتهديدها بالحرب وخلع نظامها بالعافية، والاستيلاء على بترولها اللي بيعتبر ثالث أكبر احتياطي من النفط في العالم
العالم هيصة ومولد وصاحبه غايب، ولا تقول لي متحدة ولا تقول لي قانون دولي. نسيت اقول لك كمان على دخول الولايات المتحدة الامريكية للحرب العالمية الاولى بجانب الحلفاء سنة 1917، لدخولها برضو للحرب العالمية الثانية سنة 1941 بجانب الحلفاء، وإلقاء القنابل النووية على هيروشيما وناجازاكي سنة 1945 في سابقة خطيرة في العالم كله كأول دولة في العالم تستعمل سلاح نووي ضد دولة تانية، مرورا بحرب فيتنام من سنة 1956 لسنة 1975، واللي ارتكبت فيها أمريكا مجازر في حق القرى والفلاحين الفيتناميين، إلى حرب أفغانستان سنة 2001 واللي استمرت 20 سنة إلى خروج أمريكا من أفغانستان سنة 2021 من غير ما تحقق أي انتصار، وصولا إلى حرب العراق سنة 2003 واللي اتقتل فيها ما يقرب من 600 ألف عراقي، ولغاية ما نوصل للنهاردة واللي انت شايفه قدامك بيحصل بنفس السيناريو وبنفس الجبروت. علشان أرجع وأقول لك إيه رأيك في أمريكا ونشأة أمريكا وتاريخ أمريكا؟ عرفت إن اللي بيحصل النهاردة مش جديد عليهم؟ عرفت بقى جمال وحلاوة أراضي الأحلام والديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان؟ وهنا حابب أقف وأسألك سؤال، تفتكر مين أصل الشر في العالم؟ وهل لو ما كانتش بريطانيا بنت المستعمرات ال13 في الأرض الجديدة كان هيبقى في أمريكا؟ ولو ما كانش في أمريكا هل العالم كان هيكون أفضل؟ ولو الهنود الحمر ما تمش إبادتهم هل شكل الأرض الجديدة كان هيكون أجمل وأأمن؟ قولوا لنا رأيكم في التعليقات.